لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حارم لواني 1153 لواني كاي تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان ومبست رزامن دي رب العالمين وهي وادارم اوي ازش سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. بەڵێ خۆشەویستان هەر لە درێژەی ئەو ئاتانی کەوا باز لە چیرۆکی گەورەمان نوح دەکا عەلەیهی سەڵات وەسەلام لەگەڵ قەومەکەی لە درێژەی دەعوە و بانگەوازەکەی لەگەڵ قەومەکەی پێیان دەفەرمی فإن توليتم فما سألتكم من أجر واتى بقومكي دفرمي فإن أعرضتم عن دعوتي لكم إلى توحيد الله وطاعته أجر بشتيب كان لو دعوة بانقوازي كان بانكتان دكم لولاي يكتا برستي وجورايلي الله تعالى فإني لم أسألكم على دعوتي مالا حتى تعرضوا عن الحق كواتا كاتكوان بانكتان دكم لسر أو بانقوازي لمقابل لا داوای ماڵ و خەرجیەکتان لێ ناکەم کەوا ببیتە هەنجەتێک لە بۆ ئەوی کەوا ئەنگۆ پشت لە حەق بکەن لەبەرەوەی ئەو حەقە ئەگەر گوێڕایەلی بکەن تەکلیفی هەبی لەسەر شانتان و باکو بڵێ بارتان قورس بکات لە ڕووی داراییەوە مقابل بەو داوە بانگەوازەی داوای هیچ ئەجر و ماڵێک و خەرجیەکتان لێ ناکەم. إن أجري إلا على الله أي ما ثوابي على دعوتكم إلى الحق إلا على الله الذي أرسلني إليكم. كواتا لمقابل أو دعوة بانقوازكم بانك عندكم لولاء الله تعالى هيج أجريكم لا ينقونية تنها إن أجري إلا على الله أجر باداشتم تنها لاي الله تعالى كأو أمني روانا كرديو فرماني بيكرديما أو كاربكم أو بانقوازبكم ولا أريد ثوابا من غيره ومنيش لغير الله تعالى لهيج كسيك تاورواني باداش ناكم وأمرت أن أكون من المسلمين وفرمان بكراه أي وأمرني الله أن أكون من المستسلمين له. الله تعالى فرمان مي بكرديه فرمان بكراهم لأن الله تعالى لو كسانمك المستسلمين له كبتواتي خوم تسليمي الله تعالى كذا الموحدين المنقادين له بالطاعة فرمان فكرة كامن يكتابرز بم ملكزبم لبو الله تعالى جورالي فرمان كان بكم وأنا ممتثل ما أمرني به يتلامنيش فرمان كاني الله تعالى جيب زيدكم ويكوا تسليمي فرماني أو ذات باكبويمة وهروها لسر عقيدة وبير باوري توحيد يكتا فرستيم. لا مجموع فتاوى ابن تيمية رحمة الله بدله أو آتى بيان أن الإسلام هو دين الرسل كلهم أولهم وآخرهم وأمرت أن أكون من المسلمين بلغي لسر كوا ليرو لا آتي تلك وخاي قرباس لبيغمبرين كذكا أنا هو يبلغن لسركوا إسلام بمعنى تسليم بون أو ديني همو بيغمبران عليهم الصلاة والسلام لسرتان وتاكو تايان وإنهم كلهم بعثوا بالإسلام هميان بو ديني إسلامنا دراينك وبمعنى أوي أو بندي داخلي أو دين أو آين بيروز دبي أو تسليم فرمان الله تعالى دبي.
شربيني دلي أي ما أنصحكم إلا لوجه الله تعالى كوات آموشگاري من تنها وتنها لبينا الله تعالى لا لغرض من أغراض الدنيا بهيز ما بستيكني لما بستكاين دنيا أو زاد الله وهكذا ينبغي لكل من ينفع الناس بعلم أو إرشاد إلى طريق الله تعالى لو بيوستا همو أواني كوا سود بخلشي رادقينا بعلمك يان برين موني كردنو موعظة وآموشگاري كردنك كات خلشي رين موني دكان لبولاي الله تعالى أصل وايا كوا تنها وتنها ببستيان الله تعالى بي هيس ما بستيش كان لدنيا نبيتا لتفسير رازي دلي الآية فيها إشارة إلى أنه ما أخذ منهم مالا على دعوتهم إلى دين الله تعالى كواتو آتا إشارة ذاك نوح عليه الصلاة والسلام بهيت شويك هيت بارو دارائية ونقرتية لمقابل دعوة بانقوازكي لبو دين الله تعالى إن زاد لي ومتى كان الإنسان فارغا من الطمع كان قوله أقوى تأثيرا في القلب سبحان الله دلي هر کاتێک کەسێک دعوە بانگەواز دەکا لەو دعوە بانگەوازەی ئەو دڵی فارغ بی لە تەمع واتە ئەو دڵی هیچ تەماحیەکی ماڵی دنیا و خۆشیەکانی دنیای تێدا نەبوو لە قەدەر ئەوەی کەوا ئەو دڵی ئیخلاسی تێدایە چاوەڕوانی هیچ شتێک لەو خەڵکەی ناکاکەوە ئەو بانجیان دەکات لە بۆ لای ئەڵڵا تەعالا لە قەدەر ئیخلاسیەکەی و لە قەدەر خالیبوونی ئەو دڵی لە خۆشیەکان و لە تەماحی دنیا ئەوە قەولەکەی و قسەکانی ئەوەندە کاریگەریان لەسەر دڵی مقابل دەبێتن وەکو لە تەفسیر واحدی دەڵێ ئەو ئاتە بيان عن إخلاص الدعاة إلى الله جل وعز كواتا أو آتا بيان أو ذكا كوا بيستا دعاة بان خوازان خويان يقلاكن ولبو الله تعالى من ترك الأجرة تاوكو خويان يقلاب كانوا لبو خوي قورو لمقابل دا أجرو ياخد بارور نقرن لسر أو دعوة بانقوازي كذي كان لتتوفر الدواعي إلى الحق تاوكو كاتك مقابل بو دعوة بانقواز هيتش تيق لو خلقة تاوروان ناكي وداوان لناكي كوات أو زياتر هاندرة لو كوا خلشي اتباعي أو حقيبك كأتو لبو يبازدكي وذلك أن الناصح إذا طلب على نصحي أجرا كاتك وآموشقاري كار لمقابل أو آموشقاري كذي كأجر مقابل داوای ئوزرە و داوای بابڵین ماڵێک بکاتن ربما كان ذلك سببا لامتناع الناس عن القبول منه والإقبال عليه كاتێک ئەگەر لە مقابل ئەو داوە بانگوازە کەدەی کە ئوجرەیەک داوا بکات لەوانەیە ئەو داواکردنەی ئەو ببیتە سەبەبێک لەوەیکەوە خەڵکی ئەو داوە بانگەوازەی لێ قبول نەکەن و ڕووی تێ نەکەن وإذا لم يطلب الأجر كان ذلك أدعى إلى قبول قوله ولا مقابل دا أجر بيته هيج شيك داوانك أو هاندرتر زياتر لبو خلشكوا روي تيبكن أو حقي لي قبول بكن هل تفسير رازي دلي بين نوح عليه السلام أنه لا يخاف من قومه بوجه من الوجوه طبعا لا أتك بيشوتر وكو لخزمتي دابن لا واني بيشوتر كاتكوا نوح بيان دفرمي أو إلى دا صلاة تاندا هي برانبر بمن دتوان بيكن كواتا لو آتا خيقور بياني كلبو من كوا نوح عليه الصلاة والسلام بهيج شيويق لقومكي ناترسي وذلك لأن الخوف إنما يحصل بأحد شيئين ترز لتي بيدا ذبي ليق لو دوشتا إما بإيصال الشر أو بقطع المنافع كإنسان لدوش ترسي يعني الشر بيبقى يعني أو منفعتك هيتي لي ببرن فبين أنه لا يخاف شرهم إتر لأت بيشتر بياني كركوا أو للشر وأنا ترسي وكو خوي يقول له من جراك وباز ذكا دفرمي نوح بياني فرمو إن كان كبر عليكم مقامي وتذكير بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم
ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إليه ولا تنظرون كاتنا دير بي منتياني كر أجر لا تنقرس من دعوة بانجواستان دكمو بوشوي لبولاي الله تعالى بانكتان دكم دي ام توكلهم لسر الله تعالى انقوش اوي لدى صلاة تاندا هموي كوب كانوا اوي كوا لغير الله دي برستن هموي بابين باربشتي تامكن لو اوي كوا بريار برامبر ممدنو خطة دابنينو با خطة كشتان زور واضح بي هيت سارواني منيج مكانو اوي دي تام زيب كان ليان بي منته وليان ناترسي وبين انه لا يخاف ان يقطع عنه خيرا وهروها لو رواش كواتل الشر اوان ناترسي لوش ناترسي اگر منفعته شو عم بيبقين اللي ببن اصلا هيتسم لنقو ناوي لويا لبروي لو اتي فإن توليتم فما سألتكم من اجر خو اگر بشتيشم تيبكم خوم لا لو حالتك واگر روم تيبكن ام خداوي ازركم لنقو نكده تاكلوي بترسيم اگر بشتم تيبكن او ازرم لي ببرن كوات براستي زور مهمة فعلا بانك خواز او كسي كوا داعية لبولاي الله تعالى نلا الشر بباوران بترسي نتساوي لدست تيام بي چونك ليك لو دوشتي انسان دترسي كوا لوانيا مداهنة بك تنازل بك لو حقي بلام كأو بهم ندبوته كل سر الله تعالى بو وزاني اوانش هيت يام بيناك لمقر الله تعالى تقديري كذبي وهروها مسألة منفعتيش هل لاي الله سبحانه وتعالى لو حالتي بتي دي ترسيني اتلا نتيجة لا أتدوات الدفن فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إتر عاقبتك يا أبو لدواي نوصته بنزا صال دعوة بانقواس أو أبو كوا الله تعالى عذابنا دسر قومكي أوانك بباورا ونوح عليه الصلاة والسلام لقال أوانك وبروادار من لقالي خواهی گەورە ئەوان نەجات دا بەو فولک و سەفینەی کەوا فەرمان پێکردبوو کەوا دروستی بکە ئیتر ئەوانی تر خواهی گەورە ناوی بردن و تەماشا کە عاقیبەت و سەرنجامی ئەوانی کەوا ئینزاریان درابێ بە چێن دەرێگەیشت دیارە مناسبەی ئەو ئاەتە لەگەڵ ئاەت پێشووتر وەکو لە ڕازی دەڵێ أن الله تعالى لما حكى الكلمات التي جرت بين نوح وأولئك الكفار كاتكوا خواهی گەورە باسی لە ئەوە کردکەوە نوح عليه الصلاة والسلام تيبوان فرمو وأوانش موقفيان تبو ذكر ما إليه رجعت عاقبة تلك الواقعة إنزال يرد عاقبتي بازك كوالكو تايدة تيان بسر هاد إتلا حق نوح وهروها أصحاب نوح وانك لقليبون دوشت بازدك يكم خواهي أن نزاد دا لدس كافركان دوامشد هر اوان بوون خلائف واتە جێنشین لەسەر ڕووی زەوی لە دوای ئەوەی کەوا کافرەکانی لەناوبرد لە حەقی کافرەکانش خی گەورە باز دەکا کە فعلا ئەوان خی گەورە غەرقی کردن بەو تۆفان و بەو ئاوەی کەوا نادەستەریان هەم لە زەوی و هەم لە ئاسماندا هەتخوا لەیان ئیتر ئەوان لەناو بردن فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك دفرمي أي فكذب نوحا قومه فكذبوه كواتا نوح للان قومك بدرو زاندرا عليه الصلاة والسلام لنتيجة فنجيناه من الغرق أو ما النجاة ومن معه على دينه أو أوانيك ولقلبون لدينكي نجاة من دان بو سفينو بو كشتيك خوايقور فرمان فيكر بدرستي بك كخواي جور سبحانه وتعالى أواني نزاد وكو ابن عطية دله فنجيناه من معه في الفلك دفرمي الفلك السفينة وتلو السفينة وكشتية ودله والمفسرون وأهل الآثار مجمعون على أن سفينة نوح كانت واحدة يتر يك سفينة بو يك كشتي بو كوازيجاي نوح عليه الصلاة والسلام أواني كالقلي دابون وهل لهرجان لبريك وكو خواي يقول لزيجات كباز دكاتن فرماني فكرة جو تكبيني يتريك سفينة بكوات فلك هر بيتش دا قتري فلك وهروها بجمعش دا قتري يتر بإجماع مفسرين يك سفينة ويك كشتي بو أوان ما النجاة دابو كشتية وجعلناهم خلائف وجعلنا من نجينا في السفينة مع نوح خلائف في الأرض
کەواتە نوح عليه الصلاة والسلام لەگەڵ ئەوانەی کە لەگەڵی دابوون خی گەورە دەفەرمێ ئەوانمان کردە خەلائف واتە جێنشین يخلف بعضهم بعد إغراق قوم نوح كواتا جيان لوانو دست بيكر أو كوا لەگەڵ نوح بو عليه الصلاة والسلام لسفينەکە کە نەجاتیان بوو کافرەکان هەمووی لەناو چوون ئیتر ژیان جارێک کە لەوانەوە دەستی پێکرد کەوا جیل لە دوای جیل خی گەورە سوبحانەهو وتەعالا ئەوانی هینا هەتاوەکو بەشەرێتی ئەو ڕۆژ بەردەوامە دوێ نوح عليه الصلاة والسلام وەکو زانان دەفەرمون بە بابی دووەمی بەشەریەت دەناسرێ ئادەم عليه الصلاة والسلام بابی یەکەم نوح بابی دووەم چکە لەویەوە دیسان ژیان دەستی پێکردەوە وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا أي وأغرقنا بالطوفان قوم نوح كواتب طوفانك قوم نوح هم غرق بون خنكان لأنهم كذبوا برسالة نوح عليه الصلاة والسلام لبر أوي أوان درويان كرد واتا رسالة بامكي نوحيان بدروزاني لنتيزة أو هايان بسر هاد ديار لسر أو آتوهرها بەگشتی لەسەر ئەو قسەیە زانایان قسەی تریش دەکەن بەڵام لەبەر تەوابوونی کات دەوەستین بە پشتوانی الله تعالى لەوانەی داهاتوو دێنەوە خزمەتی وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون